ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده الفيديو مختلف. آه يعني مختلف بالنسبه لي عشان انا عامله لكم حاجه انا بحبها جدا. و آه بدل ما تاكلوها من بره نعملها في البيت بطريقه زي بتاعت بره بالظبط. طريقتها هتعجبكم جدا، ولما تعملوها وتدوقوها بجد يا جماعه يعني مش هتحتاجوا تاكلوها من بره تاني. هي تحفة تحفة، وانا نفسي ما كنتش متخيلة ان هي هتطلع زي بره. هتختلف في ايه؟ في طريقة تقطيع البانيه، وفي طريقة التسوية بتاعته، وفي المكونات والتتبيلة وحاجات كتير قوي. بس بجد هتعجبكم. وعايزة اقول لكم ان دي الاكلة المفضلة في البيت عندنا جدا. يعني انا ولادي وجوزي عايزيني اعملها على طول في البيت وبيحبوها جدا. شايفين طريقة تقطيع البانيه؟ يعني هي بتبقى رفيعة قوي كده. شايفين يعني شكلها عامل ازاي؟ كأنكم بتقطعوها من على الجريل، زي عند الراجل اللي هو بيبيع الشاورما وكده. بعد ما بنقطعها كلها بالطريقة دي هنبتدي بقى نخش على التتبيلة. اول حاجة انا لما شفت الطريقة دي انا كنت شايفة التتبيلة من غير البصل، يعني من غير ما يتضاف ليها بصل. بس انا حبيت ان انا اضيف ليها البصل، وهو اداها طعم حلو جدا. و حبيت يعني وجود البصل في التتبيلة جدا. تمام، هو ده اصلا طريقة الشاورما السوري اللي بتتعمل في العيش السوري، اللي انتوا بتجيبوها من بره. دي الطريقة بتاعتها. بقطع البصل وبضربه في الكبة كده. بس بحاول يعني اضربه جامد، اخليه يكون ناعم جدا. تمام. بس على قد ما تقدروا تضربوا البصل في الكبة جامد، اعمله كده. و آه، هنبتدي بقى نضيف بقى كل حاجة، يعني ايه؟ بصل. تاني حاجة انا بجيبها علشان يعني ايه، مش بحب احط توابل كده وخلاص او اجرب او كده. بجيب توابل الشاورما، بتبقى في كيس كده من عند اي عطار، آه تبع كنور، تبع ماجي. هتلاقوا كذا، يعني كذا شركة منزلة تتبيلة الشاورما، بتبقى تحفة جدا. بعد ما بحط البصل بس بحط شوية خل عشان يساعدكوا على السوا، بيبقى برضو مخلي الطعم حلو. وشوية زيت كتير، يعني الزيت بتكتروا منه، ممكن نص كوباية. انا حاسة كمان ان انا حطيت قليل، بس كده كده. بس كده كده هحط يعني في التسوية سمنة. دي تتبيلة اللي انا بقول لكم عليها، بيبقى فيها توابل كتير وبتبقى مخليها طعم التتبيلة حلوة قوي. وساعات انا بضيف شوية حاجات، يعني ممكن اضيف بابريكا، ممكن اضيف توم باودر، بصل باودر، ممكن اضيف كمون كده. وبحط زبادي. الزبادي برضو بيديها طعم حلو وبيطريها. هو مش بيبان طعمه، بس يعني مش عارفة، بحس ان هو يعني بيبين الطعم. وبيخليها طرية، و تبقى عارفين ان هي تبقى طرية، والحروف بتاعتها تبقى كأنها متقطعة من على السيخ بتاع الشاورما كده. هي بتبقى بنفس الطريقة دي.
بس اللي بيوصلها للطريقة دي طريقة التسوية اللي انتوا هتشوفوها برضو معايا دي. وبحط مرقة دجاج ساعات، يعني زي ما انتوا شايفين كده بضيف لها مرقة مع التتبيلة اللي هو الكيس اللي انتوا شفتوه. وبحط بابريكا، توم مفروم. التوم اصلا والبصل الميكس ده مع اي تتبيلة للفراخ بيبقى بيوديها في حتة تانية بجد، بتبقى تحفة جدا. بس بنفضل بقى نقلب كويس ونحاول ندخل التتبيلة في الفراخ على قد ما نقدر، تبقى وصلت لكل جزء فيها، مفيش حتة فيها مش متبلة، علشان تبقى التتبيلة ماسكة فيها كده. الوقت اللي انت هتبصوا ده توم مفروم، انا فرماه يعني، كانوا حبة عندي كده ففرمتهم على السريع. وبعد ما بفرمهم بحطهم في كيس وبقطع الكيس كده من فوق زي مكعبات، فلما باجي اقطعها بيطلع المكعب اللي انتي بتحتاجي تستخدميه. دلوقتي بقى احنا دخلنا على التومية. طبعا شاورما سوري ما تنفعش من غير التومية خالص. التومية بقى بتبقى مثلا لو انتي عايزة تعملي كمية قليلة، اللي هو ساندوتشين 3 كده، بتبقى نص كوباية مية ومعلقتين نشا. لو عايزة تعملي كمية زي ما انا بعمل، علشان انا بحب قوي احط في سندوتشات واطلع طبق على جنب كده ياكلوا تومية مع السندوتشات، فبقوم عاملة كوباية مية زي اللي انتوا شوفوها كده مج، وبقوم حاطة 4 معالق نشا. تمام. تفضلي تقلبي فيهم لغاية لما بتوصل للقوام ده. حاسه ان المره دي تقلت مني شويه، بس عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه تحفه، لان انتي طبعا بتضيفي لها حاجات و يعني بتبتدي تفك معاكي برضو كده. هيبقى شكلها بعد ما خلصناها وبردت، يعني انا كنت حطاها شويه على جنب كده لغايه لما بردت، وببتدي اجهز المكونات اللي هحطها معاها. وبتقومي منزله النشا بالميه دي في كبة. انا حطيت يعني هحط معاها توم وزبادي وايه تاني، توم وزبادي وشوية زيت وشوية خل ومايونيز. كل الحاجات دي هتشوفوها دلوقتي واحنا بنحطها. شوفوا المقادير كويس جدا، هتعجبكم قوي قوي التومية، والله العظيم طعمها زي بره بالظبط وطعمها تحفة. عايزه اقول لكم احنا بناكلها كده من غير حاجه، يعني بعد ما بخلصها الولاد كل شيء دوقينا دوقينا. بعد ما بنخلص الاكل خالص، ولو اتفضل حبه ممكن الولاد يخشوا ياكلوها بالمعلقه كده، فظيعه. وبحط شويه ملح وشويه سكر. تمام. بجد يا جماعه تعجبكم قوي. انا الاكله دي لو عملتها كل يوم ما بزهقش، ولا انا ولا ولادي ولا جوزي ولا اي حد، يعني ادمان. وبعمل برضو شاورما لحمه بس مصري بقى، لما اعملها في مره هتعجبكم قوي بجد، برضو زي الشاورما اللي بتاكلوها من بره بالظبط. عايزه اقول لكم ان انا وولادي بنحب اكل الشارع قوي، فانا لما بعمل اكل الشارع ده في البيت بحب اعمله نفس نظام الشارع بالظبط. بحب اعمله يعني يحببهم في اكل البيت ويبقوا حاسين ان هما بياكلوا بره. فاهمين قصدي ايه؟ وده ما يمنعش طبعا ان احنا بناكل بره برضو،
يعني مفيش مفر، بس برضو والله الاكلات دي تبقى تحفة. بصوا بقى كده، يا لهوي بجد بتبقى فظيعة. كده بنزلها انا يعني على طبقين، طبق بستخدم منه يعني للسندوتشات وانا بعملها، وطبق تاني بستخدم منه ايه لما بنيجي ناكل. بعد ما الفراخ اتحطت في التتبيله بقى كده فتره، بنقوم حاطين شويه سمنه حلوين كده زي ما انتوا شايفين، وبنقوم منزلين عليها الفراخ. بصوا هي مش بتتشوح مثلا في حله او في طاسه او كده، لا انا بجيب صينيه كبيره، وبحاول على قد ما اقدر احاول افرد الفراخ، يعني تبقى الصينيه اكبر من الكميه اللي انا بحطها، عشان انتوا بتفردوها قوي كده. اول ما بتبتدي تخش في السوا انا ساعات بقلبها يعني لفوق، وبعد كده اول ما بتبتدي تخش في السوا زي ما انتوا شايفين كده، بقوم انا مدخلاها الفرن. شايفين السمنه الكميه بتاعتها بتبقى قد ايه؟ بتبقى كتير، عشان هما بره بيعملوها كده. وبعد كده بدخلها الفرن، بتطلع شكلها كده. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي؟ بتبقى من فوق كأنها متقطعة من على السيخ كده. بعد كده بقى ابتديت اقطع طبعا الخيار المخلل، بتقطعيه برضو يعني رفيع رفيع على قد ما تقدري، علشان ما يبقاش محدق الحاجة الساندوتش يعني. وبعد كده بتقومي حاطه تومية والخيار المخلل، وبعد كده الفراخ بس، وبتلفي الساندوتش بيبقى فظيع. الخيار المخلل حسب ما هما بيحبوا، في حد بيحبه خفيف، وفي حد بيحب ان انت تحطي خيار مخلل كتير، فعادي. بص هو احنا يعني قاعدين بناكل الاكله دي، لازم يكون في طبق خيار مخلل وطبق توميه، غير اللي محطوط في الساندوتش يعني. اللي بيبقى عايز يزود اكتر من الساندوتش في اي حاجه بيزود بقى. فاحنا كده بنرول الساندوتشات، وبعد كده بكون انا سخنت الساندوتش ميكر، وابتدي احط فيه الساندوتشات. بس عايزه اقول لكم ان انتوا مش بتدهنوا اي حاجه خالص، هو كده كده اوريدي ساندوتش بينزل السمنه او الزيت او الحاجات اللي بتبقى محطوطه فيه، بيستوي لوحده من غير ما تدهني اصلا الساندوتش ميكر او كده. الساندوتش ميكر دي انا عامله عليها فيديو، برضو عامله لكم ريفيو عليها، لو حد يعني حابب يعرف انا جبتها منين، او ريفيو عنها ايه النظام وحلوة ولا لا ولا كده، برضو يخش على الفيديو بتاعها هيلاقيه في القناة بتاعتي. وزي ما انتوا شايفين هي عملت الساندوتشات حلوة قوي، وعايزاكم بقى تجربوا الطريقة دي وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، وتتابعوني عشان هتلاقوني بعمل لكم ريفيوهات عن اجهزة كتير، وبعمل معاكم اكلات حلوة قوي برضو هتعجبكم. فجربوا الطريقة بتاعت الوصفة بتاعت الاكل دي، ولو في اي حاجة عايزين تسألوني عنها اسألوني في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. ويا رب تكون فيديوهاتي بتفيدكم وبيعجبكم الطريقة اللي انا بقدم بيها. ولو اي حد عنده اي استفسار عن حاجة او عايز يقولي مثلا اعدل في حاجة او اعمل حاجة، يقولي برضو في الكومنتات. سلام.